يا رب تكونوا كويسين، ويا رب تكونوا بخير، ويا رب تكونوا بألف خير. هو ايه فكرة الفيديو؟ ايه ده؟ ما عندهاش افكار النهارده بجد. ما عندها. يلا بينا نلغي التيكت. يلا لا بينا. لا ثانية. لا انا عملت لكم فجأة يا اولاد. النهارده جبت لكم بسكوت مكسر الدنيا، مكسر الدنيا. تعرفوا إيه هو؟ البسكوت ايه؟ 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 كشر ايه؟ بسكوت يا اولاد كاشات. بسكوت ايه؟ كاشات. بسكوت كاشات يا اولاد. انتوا عارفين هو بسكوت مكسر الدنيا ومكتوب عليه ان هو فيه فلوس. مليان فلوس. ايه مليان؟ مليان فلوس. عشان كده يا اولاد احنا اضطرينا النهارده نجيب لكم بقى الكاشات ونشوف بقى هل هو مليان فلوس ولا مليان بسكوت بس. طيب يلا بينا. قبل ما نبتدي فكرة الفيديو لازم دلوقتي تنزلوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اهم حاجه الجرس، اهم حاجه. فتحنا العلبه كاشات زي ما انتم شايفين كده يا اولاد. نيجي نعد كده 1 2 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 على الثلاثه. يبقى دي تاخد واحده ودي تاخد واحد وانا اخد 10. ايه لا ثانية. ايه ما بتعرفيش تحسبي؟ 12 يبقى انا 4 وانت 4 وهي 4. أربعات؟ ماشي. تعالى يا ولاد استنى ناخد أربعات. ودي يا جونير 4 ودي يا جويس 4. خد يا ابراهيم. هات 4. وأنا خدت 4. ايه ده؟ تعالى يا ولاد بقى نشوف الكاشات. جاهزين؟ يلا بينا؟ يلا بينا. يلا بينا. نبدأ بجونير يا ولاد كده نشوف جونير هيكسب لها فلوس ولا لأ؟ أنا مستنظر. إيه مستنظرينها. أفتح؟ افتح. تعالى اول بسكوت ليه جونير. يا جماعه تنسوا الاشتراك. طيب جونير كسب لها ايه ده؟ في فلوس؟ ايه ده؟ ايه ده؟ جونير كسب لها جنيه بجد. جنيه بجد قدامك اهو ولاد. جنيه بجد. جنيه مفروض. طيب انا افتح بقى على الدور. طب الدور بقى. يلا مستر. يلا بينا. افتح انا. حاجه تاني. تعالى يا ولاد نشوف. طب حلو. جالي ايه؟ جالي يا ولاد معلومه. انا نسيت اقول لكم يا ولاد ان كاشات ده عباره على يديك فلوس لا اما يديك معلومه. تعال نشوف المعلومه اللي مديها لي كده. سلحفه. اتعلم ولون. تنتمي السحالف الى الزواحف وتتميز انها كتله عظميه على شكل غضروف علوي يعمل كدرع لحمايتها من اي خطر ممكن ان تصيبها. شايفين يا ولاد؟ معلومه. الله الولد كبير قوي. انا افتكرتها صغيره. الحمد لله كسبنا معلومه. يلا بينا. دوري انا يا جماعه. دوري انا. اتفضل. طعمه حلو. اتفضل. طعمه حلو بقى. خير. انا هنا. على فكره الواد طعمه حلو قوي بجد بجد. يستحق. انا مش هجيب منه تاني. عايزه اجيب منه تاني. هتكسب فلوس منه. هات. اخيرا. 5 جنيه يا جماعه. ولا حقيقي. اكيد حقيقي اكيد. فني كده. لا دي يا جماعه كمان. استني كده. كمان طب بص عليها بص لا عليها. انت هتاخدها. هتحصل انت هتاخدها. هاخدها. لا معاك بقى. طب وريني كده اعمل كده. يلا جنيه. طبعا جنيه 5 جنيه معلومه سحلفات. يلا بينا. اتفضل يا جنيه. طعمها حلو قوي. بجد. شغال فتاحه. ايه الكرواتن؟ طب افتح انا. جنيه كسب لها برضو. استنى كده. جنيه كسب لها برضو الجنيه. جنيه النهارده الجنيهات. 2 جنيه. طيب انا بقى على الدور. طبعا. لا بجد طعم البسكوت حلو. تعالى يا ولاد. انا جبت معلومه. انا هاخد بنك المعلومات. طيب يا جدعان انا مش جاي صدقوني عندي معلومات كتير بس مش الدرجات دي يعني. تعال نشوف المعلومه. سيب البسكويت. سيب البسكويت. بشوف بس في حاجه ثانيه. تعال نشوف المعلومه يكون سحلفاء برضه.
لو سحلفاء ارميها عادي. لا سحلفاء ايه؟ عصفور. عصفور. وريني يلا. طيب. اقرأ المعلومة. بقول لك معظم الطيور تهاجر بسبب الطقس. بص كده ولا شايفين؟ الله لونها حلو. طيب بقول لك معظم الطيور بتهاجر، شوف المعلومات، بسبب الطقس ودرجه الحراره. يعني الطيور بتمشي لما يكون درجه الحراره بتتغير، بمعنى انها تطير من مكان الى مكان اخر خلال فترات معينه من السنه. حد فاهم حاجه؟ انا ما فهمتش حاجه. ولا. يلا بينا على البسكوت. يا جدعان يا جدعان انا مش عارف حتى البسكوت معاندني. اختار ده. يلا تخين يا جماعة. تخين. جايين في عالم الاكل. مش معانا خالص. ايه؟ معلومة. جوجو كسبت معلومة. ده هو يا جدعان الفلوس ما بتجيش عندي ليه؟ انا تعديت. مش حد بيحب حد يجيله؟ بابا انا تعديت. انا تعديت. طيب اخدت معلومة ايه؟ سمكة. سمكة. السمك بصوا يا جماعة شكله ازاي؟ كده. طيب. السمك غير قادر على تنظيم درجة حرارة بس يا ولاد بقول لك الاسماك غير قادره على تنظيم درجه حراره اجسامها. يعني الاسماك ما تقدرش تغير درجه حراره اجسامها خلاص من نفسها. ان ده ان درجه حرارتها تتغير بتغير درجه حراره البيئه اللي تعيش فيها فيها. لو جو سخن يبقى درجه الحراره سخنه هتمشي مع الجو يعني. المشكلة يا جماعة جاي كده مش شايفة كويس انا. النظاره بتاعتك. يلا بينا يا جوني. لا انا نظري قوي بس هو مش عارف. ايه افتح لك انا واحد فيه. ما انا بفتح، ما انا شغال فتاح. أول مرة يا جماعة مش المفروض كانت صغيرة مش جونير معلومة. كسبت معلومة. انا بدور تاني يمكن فيه فلوس. مفيش فلوس. بس البسكوت طعمه حلو قوي. أنا عجبني أكتر. تعالى نشوف المعلومة. أنا الروح. تعالى نشوف المعلومة كده يا اولاد يمكن نستفاد. بقول لك ايه، تساعد الاذان الطويله للارنب على التخلص من درجه الحراره الزائده في الجسم. يعني ودان الارنب بيتخلص من الحراره، هي اللي بتخليها الحراره بتاعتها تمشي. هو إيه؟ عن طريق اطلاقها من خلال الاوعيه الدمويه الموجوده في ايه؟ تسمين. في اوعيه دمويه عند الارنب مش ليه ودان. بقول لك هي اللي بتخلي درجه الحراره ايه؟ يتعايش مع الموجود يعني المكان. يعني درجه حراره عاليه ممكن بسبب ودنها هي اللي بتخلي درجه الحراره تعيش في البيئه بتاعتها. بس معلومه حلوه صدقني. بس يا جماعة هي كل معلومة تيجي حرارة حرارة حرارة. طيب ندخل اولاد. يا جماعة أنا عرفت ليه جالي أرنب. ليه؟ مش الفيديو قبل كده لما جالي عقاب إن أنت تنطي زي الأرنب. ايوه وصوته. ايوه الأرنب. بس يلا بينا. تعالوا يا اولاد نشوف بقى يجي لي ايه. يا رب فلوس. يا رب انا معلومه. طب ما نعمل نعمل ايه طيب؟ طيب ناخد المعلومه. نعمل فرنس عربية. طيب بص يا ولاد، معلومه عن العربيه. معلومه عن ايه؟ العربيه. بيقول المعلومه ان في سنه 1769 قام واحد اسمه جوزيف بعمل اول نموذج للسياره بالمحرك. واحد اسمه جوزيف يعني اول عربيه اتصنعت كانت 1969. دي معلومه حلوه انا مره اعرفها بصراحه. تمام. وكان بيطلق لقب سياره ايه؟ البخاريه. واطلق عليها السياره ايه؟ البخاريه. يبقى اول عربيه يا اولاد اتصنعت ببخار بمحرك يعني يا اولاد كان سنه 1769. بصراحه واحد اسمه جوزيف. يلا جويس. طبعا اولاد العلم احسن من الفلوس. واخدين بالكم؟ العلم احسن من الفلوس. ليه بتطلب فلوس؟ العلم لا يقدر بالبتنجان. قلت حاجة صح اتفضل. ماشي. جويس كسبت معلومة الفلوس. جويس كسبت معلومة. ليه كده مرة واحدة بس فلوس؟ يا بابا المعلومات دي حلوة. انت لما تكون مثقفة عندك معلومات احسن من الفلوس. طب انت ليه بتطلب فلوس؟ عشان اجيب يعني. بس خد تاني. ايه السؤال الغريب ده؟ تعالى نشوف. الببغاء. ببغانو.
طيب. بصوا يا اولاد المعلومه عن البغبغان جميله جدا، اقول لكم المعلومات بصراحه بجد معلومات قيمه. بصوا يا اولاد كده بيقولوا ان البغبغانات بتعيش لمده 60 الى 100 سنه. تمام. ويمتلك انواع البغبغانات قدمين، وفي كل قدم يتواجد 4 صوابع، يعني البغبغان ليه قدمين وكل قدم فيه 4 صوابع، احنا عندنا 5. خلاص كده؟ منهم 2 قدام و2 ايه؟ ورا. بصراحه لاول مره اعرف ان البغبغان بيعيش لمده 100 سنه. هيبقى بيعيش اكتر من الانسان. لا الانسان ملوش حاجه معينه، ده حسب ربنا بيديك العمر. يلا بينا يا جولي. شغال فتاح. اتفضل. يا جدعان انا ماشي، انا بحب المعلومات بس ايه يعني 5 جنيه اي حاجه. معلومه. المعلومات النهارده قيمه. هتفتح هنا انت كسبت 5 جنيه. اكتر مني. تعبين نفسهم حاطين معلومه في كيس، يعني بصي كميه ايه ده؟ البغبغانات برضو نفس المعلومات. البغبغانات ان البغبغان بيعيش لمده 60 او 100 ايه سنه، نفس المعلومات يا اولاد. ارميها ايه دي معلومه. طيب فاضل الاولاد دي كده جونين خلصت محاولاتها، فاضل انا اخر بسكوت. طبعا ربنا كرمني ونشوف اخر بسكوت. الحمد لله بسكوته بس. الحمد لله مفيش حاجه بس. دوري انا. لا. دوري انا. الحمد لله. تيجي افتح؟ مش هتفتح. بابا 2 جنيه و2 معلومات. انا خدت بقى 4 معلومات وواحده فاضيه. وريني كده جويس. معلومه جميل. تعالى نشوف المعلومه. مفيش هنا فلوس ولا هنا؟ انا كده مره يفتح يا جويس. لا بس تعبين نفسهم بجد، يعني معلومه حطينا في كيس. بص يعني معلومه في كيس. والفلوس كمان. والفلوس كمان كويسه، يعني بصراحه شركه كويسه. بابا ما تيجي ناخد الكياس دي ونحط فيها سلحفاه يا جماعه. السلحفاه نفس المعلومه اللي جت لاولاد. لا دي جت. اولاد عجبتكم الفكره النهارده؟ عجبتك الفكره يا جنين؟ عجبك الفكره؟ عجبتكم جويس؟ قوي. اولاد تحبوا تكرروا تاني؟ كتير. بص يا اولاد انا عامه يعني انا بحب المعلومات بصراحه. لما حد يديك معلومات تبقى انسان مثقف كده، يبقى عندك معلومات وعارفين في حاجات انا مره اعرفها بصراحه. ايه ده؟ وكسبنا فلوس، يعني كسبنا معلومات. ايه؟ بص كملها كده. جايين في عالم اخر. طبعا يا اولاد في ناس كسبت فلوس وانا كسبت معلومات. نكررها؟ استنوا يا اولاد برضو في تجربه تاني في بسكوت اسمه بسكوت ايه يا اولاد؟ كاشات ولا اسمه ايه؟ كاشات. كاشات. استنونا يا اولاد. تمام؟